السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقة استثنائية من برنامج معزوم على الفطار. وزي ما ابتدينا رمضان مع قامة وقيمة في المجتمع المصري هنا، الأب أنجلوس، راعي الكنيسة القبطية، وشرفنا بأن هو قال لنا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وكان حوار شيق. كنت حريص إني نختم رمضان معاكم مع شخصية ذات قامة وقيمة في العالم الإسلامي، في مصر وفي جاليتنا المسلمة هنا في كندا. تمام. خلوني برضو أقرأ المقدمة، لأن ضيفنا النهاردة ما شاء الله، يعني قامة وقيمة، وتاريخ طويل. وأنا خايف بصراحة أنسى حاجة من الإنجازات اللي هو أنجزها في مشواره كداعية إسلامي وكخطيب، وفي الأصل طبعا كأزهري. تمام. فخلوني أقرأ لكم المقدمة عشان ما انساش حاجة منها. آه، احنا معانا النهارده فضيلة الشيخ عويس النجار. دكتوراه، هو اكشولي دكتور عويس النجار، دكتوراه من جامعة الأزهر الشريف في مقارنة الأديان والمذاهب. عمل إماما وخطيبا بالمساجد الكبرى بالقاهرة لمدة تتجاوز 10 سنوات، وكان أمينا عاما لاتحاد أئمة جمهورية مصر العربية، محاضر بجامعة الأزهر، وحاليا إمام المركز الإسلامي الكندي بمونتريال، ورئيس الأكاديمية الكندية لعلوم للعلوم الإسلامية. أهلا فضيلة الشيخ دكتور عويس النجار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ منتصر. وأنا الحقيقة يعني سعيد بهذا اللقاء. إن شاء الله متميز، وأسأل الله تعالى يعني أن يكون لقاء نافعا وماتعا للجالية المصرية وللجالية الإسلامية عموما وللمجتمع الكندي عموما. بإذن الله يا فندم، بإذن الله. طيب، لو حبينا نبتدي أكتر. يعني أول سؤال، أنا لما حضرت الأسئلة فكنت حريص إن أنا أبتدي الأول، بما إننا في شهر رمضان، شهر كريم. دايما السؤال ده بيتسأل لنا دايما: أنتوا بتصوموا ليه؟ وإيه الحكمة من صيام رمضان؟ السؤال ده غالبا بيجي من غير المسلمين، وبيجي من الأطفال الصغيرين. ففضيلتك، إيه الإجابة اللي المفروض إن إحنا نجاوب بيها، بحيث نظهر فيها العلة أو السبب من وراء صيام شهر رمضان الكريم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هذا السؤال هو مهم جدا، لأنه يعني دائما نسأل عنه. لكن أنا أول شيء يعني أحب وأود يعني أن أوضحه، أن الصيام ليس يعني في الشرع الإسلامي فقط، وليس عندنا كمسلمين فقط، إنما الصيام موجود في الأديان التي سبقت الإسلام والشرائع التي سبقت الإسلام. ولذلك أستاذ منتصر، القرآن الكريم عندنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ممكن طبيعة الصيام تختلف من دين لآخر، من ناحية الأيام، من ناحية الكيفية النوعية، لكن كصيام هو موجود يعني قبل الإسلام، موجود عند اليهودية، موجود عند النصرانية، حتى الديانات الأرضية فيها صيام. إذن الصيام هو يعني موجود في كل الأديان وفي كل الملل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول شيء. الشيء الآخر لابد أن يعني نعرف أن الصيام أمر تعبدي، يعني ما هواش مثلا إيه تعاطف مع الفقير، لا. لو كان الصيام تعاطف مع الفقير أو إحساس بالفقير كان فرض على الأغنياء فقط أو الأثرياء فقط، لكن الفقير بيصوم والغني بيصوم. إذن الصيام هو أمر تعبدي، والأمور التعبدية موجودة في كل الأديان، والأشياء الخصوصية والخاصة برضو موجودة في كل الأديان. إذن الصيام هو أمر تعبدي
أمرنا الله تعالى به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا نحن في الصيام نستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، وهو أمر تعبدي. لكن الحقيقة في الصيام نحقق إيه؟ نحقق تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. ولذلك الصيام ليس مجرد ظاهر امتناع عن الطعام والشراب والشهوة فقط، لا، الصيام يعني امتناع عن الغيبة، عن النميمة، عن الظلم، عن الكذب، عن البهتان. الصيام مش بس في الطعام والشراب. سيدة مريم قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بارك الله فيك. شكرا فضيلة الشيخ. وشو فعلا يعني ولعلكم تتقون تبقى بداية لينا جديدة كل سنة، بحيث إن إحنا يعني نبقى فيرجن أحسن من السنة اللي قبلها. نعم. صحيح؟ يبقى فعلا. طيب. وممكن في النقطة دي برضو بالمناسبة أوضح شيء. ممكن البعض يعني يعتقد أن الصيام فيه يعني تعذيب للنفس. إزاي الإنسان يصوم من الفجر حتى المغرب والكبار والصغار؟ لا، الصيام ليس تعذيبا للنفس البشرية. ليه؟ لأن الصيام عندنا هو يعني واجب على الإنسان الصحيح المقيم القادر المستطيع. يعني مثلا الصغير الذي لا يقوى على الصيام لا يصوم، الكبير المسن المريض لا يصوم، المرأة الحامل أو المرضع لا تصوم، المسافر إذا كان السفر سفر مشقة كذلك لا يصوم. وربنا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا من الذي يصوم؟ الذي يتحمل الصيام. والذي لا يتحمل الصيام يتعاطف مع المسكين فيخرج فدية إطعام مسكين عن كل يوم. تمام تمام تمام. طيب ده ياخدنا لسؤال تاني. ذكريات حضرتك ايه في رمضان؟ يعني هل رمضان في كندا مختلف عن مصر؟ طبعا أكيد، يعني رمضان في كندا مختلف عن مصر وعن أي بلد تقريبا عربية. مختلف يعني اختلاف كبير جدا. بالنسبة طبعا ذكريات رمضان أو الذكريات في أيام الطفولة هي من أجمل الذكريات، لأن إحنا كنا بنصوم يعني ونحن في المرحلة الابتدائية. وكان رمضان طبعا في الصيف واليوم طويل، وكنا يعني لما يعني نشعر بالعطش يعني إيه نغمس رؤوسنا في الماء أو تحت الحنفية وما إلى ذلك لنخفف من الصيام. بالليل كمان إيه يعني كان فيه السهرات والزيارات والتجمعات والألعاب للصغار وللكبار. فالحقيقة يعني رمضان في بلادنا متميز، بالإضافة إلى موائد الرحمن. الموائد الرحمن اللي بتكون في كل مكان، الغني يفطر فيها والفقير يفطر فيها والمار يفطر فيها والمسافر يفطر فيها وهكذا. فهذه الأجواء الحقيقة الاجتماعية يعني نفتقدها كثيرا في كندا، لأن يعني رمضان هنا على وتيرة واحدة من الصيام والصلاة، ثم الجميع يتوجه إلى منازلهم وما إلى ذلك. فالأجواء الحقيقة يعني تختلف تماما، ونحن نفتقد جو رمضان في بلادنا. حتى زينة رمضان والأنوار في كل مكان، وطبعا يعني الأماكن الشعبية التي كنا أحيانا يعني نذهب إليها كميدان الإمام الحسين والسيدة زينب ووسط البلد والعتبة وما إلى ذلك. يعني أجواء الحقيقة بنفتقدها، وخاصة كمان نسبق رمضان في القاهرة رمضان في القرية. وأنا طبعا من أسوان، رمضان عندنا يعني متميز في الريف الصعيدي والريف الأسواني، العادات والتقاليد كل هذه الأشياء نفتقدها. لكن الحقيقة كمان الشيء الذي يميز رمضان في كندا
يعني تعدد الجنسيات. تجد المصري والشامي والمغربي والعراقي والسوداني والأفريقي والأسيوي، تجد الجنسيات المتعددة، أكثر من 50 جنسية نجتمع سواء في التراويح بعد الصلاة وما إلى ذلك. هذه كذلك يعني أجواء يعني جيدة وقيمة. جميل جميل. هو يعني انا دايما بحس، انا مبدئيا كمان من العتبه، انا من باب الخلق يعني. ما شاء الله. وطبعا امام سيدنا الحسين انا يعني على مقربه جدا من بيتنا يعني القديم، وبتمشى له يعني. آه أجواء مختلفه، ابتهالات الشيوخ، اذا كانت بعد التراويح او قبل الفجر، قرآن المغرب، كلها اجواء روحانيه بتميز رمضان في مصر بصراحه عن طبعا. هنا. حتى يكفي كمان أذان الشيخ محمد رفعت. طبعا طبعا. يعني هذا يعني في الآذان ويلتمسه القلوب، طبعا بالإضافة لبقى الأكلات الشعبية والأطعمة. وحديث مولانا شيخ الشعراوي قبل الفطر. طبعا طبعا طبعا. بالظبط. طيب، احنا برضو حابين نتعرف على حضرتك اكتر، عن مشوار فضيلتك، آه، يعني وايه النقط او المايلستونز، النقط الفارقه في حياه حضرتك من البدايه حتى مجيء فضيلتكم الى كندا. طبعا يعني هذا يعني الحقيقة مشوار كبير. يعني أنا بدأت رحلتي في أسوان، وثم بعد ذلك يعني الجامعة انتقلت إلى القاهرة، فحصلت على كلية الدعوة الإسلامية، وكنت يعني أخطب في مسجد صغير في تحت عمارة في عباس العقاد، عمارة فؤاد المهندس، اسمها عمارة النصر سنتر. بدأت يعني أخطب في هذه الزاوية الصغيرة، وبفضل الله يعني خلال سنوات يعني عينت في وزارة الأوقاف، وأصبحت يعني إمام راتب في مدينة نصر في مدينة القضاة. وبعد ذلك انتقلت لمسجد أثري قديم اسمه مسجد السلطان أبو العلا بجوار وزارة الخارجية والتلفزيون. ثم انتقلت يعني بقرار وزاري لمسجد الصديق بمدينة شيراتون، من أكبر مساجد مصر الجديدة. ويعني سبحان الله، الإنسان حينما يسعى يعني ربنا يوفقه. أنا بدأت الخطابة في زاوية تحت عمارة، وخلال عدة سنوات بفضل الله يعني انتدبت في خطبة جمعة إلى مسجد سيدنا عمرو بن العاص من أكبر مساجد مصر. ويعني التوفيق كان من الله تبارك وتعالى. بالنسبة لي المشوار كذلك في القاهرة، يعني أشرفت على أو شرفت بأمين عام اتحاد أئمة جمهورية مصر العربية. الحقيقة في وزارة الأوقاف يعني كانوا ينتدبونني لاختبار الأئمة الجدد، وأنا أصلا كنت إمام حديث، ولكن يعني عناية واهتمام المرحوم الدكتور محمود حمدي زقزوق ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات يعني اهتموا بالشباب فمكنونا. الحقيقة يعني كنا يعني بعد التعيين ب4 أو 5 سنوات كنا نمتحن ونختبر الأئمة الجدد والأعضاء المقارئ وشيوخ المقارئ وما إلى ذلك. المهم بعد هذه الرحلة التي هي ليست طويلة وليست قصيرة، حوالي 10 سنوات أو أكثر بأشهر، انتقلت إلى مونتريال بكندا، وشرفت بإمامة المركز الإسلامي الكندي. وبفضل الله تبارك وتعالى مع الإخوة الأفاضل أسسنا مجلس أئمة كيبك، وعملنا فيه لجنة للفتوى ولجنة للصلح ولجنة لشؤون القرآن وإقامة المسابقات وما إلى ذلك. وأسسنا مؤخرا الأكاديمية الكندية للعلوم الإسلامية لتدريس الإسلام الوسطي المعتدل، يعني حسب مناهج الجامعات المعروفة والأزهر الشريف. والحقيقة هذا يعني باختصار رحلتي الدعوية بالقاهرة وبكندا بفضل الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. ويعني احنا كلنا فخورين جدا ان يعني فضيلة الشيخ بالمشوار ده كله معانا هنا في كندا وبعلمه. وده يودينا لسؤال بقى تاني، اللي هو احنا هنا في كندا بنواجه تحديات كتيرة، تمام، لاختلاف العادات والتقاليد، لاختلاف الثقافة،
ايه اصعب التحديات اللي قابلت حضرتك في مشوارك هنا في مونتريال او في كندا في العموم؟ الحقيقة بالنسبة لي الصعوبات أكثر شيء يعني بيحز في النفس وفي نفس يعني كل الإخوة من الأئمة والدعاة وأهل العلم، عدم التوحد في المناسبات. وكذلك يعني هناك صعوبات أخرى لا يمكن السيطرة عليها. إن الأمر في الدعوة هنا سواء في مونتريال أو في كندا أو أمريكا أو أوروبا عموما بيكون يعني مفتوح للجميع، للمتأهل ولغير المتأهل. يعني ممكن أي إنسان يؤسس مؤسسة ويؤسس مسجد أو مركز، ويأتي بمن يريد أو من يحب يعني يخطب ويتكلم في الدين. بل إن الأمر ممكن يزداد خطورة، ينتقل من الحديث الدعوي إلى الإفتاء وتوجيه الناس، وممكن يكون يعني غير مؤسس تأسيس صحيح، غير دارس لأصول العلوم الإسلامية. وده من أكثر الصعوبات التي تواجهنا فعليا. والحقيقة يعني هي ليس لها حل لسبب، لأن المراكز والمساجد هي بتنشأ يعني إنشاء قانوني وتسجل عند الحكومة، وليس عندنا لا وزارات أوقاف ولا يعني مظلة عليا حاكمة ويعني ملزمة للجميع. هذا الأمر لا يوجد. هذا يعني من أكبر الصعوبات التي تواجهنا وما زالت مستمرة. تمام تمام. وبرضه حضرتك ممكن يعني برضه توافقني ان من الصعوبات اللي احنا بنقابلها هنا الرد على دعاوى الالحاد مثلا. ازاي نقدر نحمي اولادنا منها؟ آه، نعم، دي نقطة يعني مهمة جدا، موضوع وكل ما الإلحاد. يخص العقيده كمان، يعني مش بس الالحاد. طبعا، وكمان قبل الإلحاد برضو من الصعوبات اللي أنا ممكن يعني أكون نسيتها، موضوع الحقيقة يعني تربية النشء. طبعا. تربية النشء وتربية الأطفال في ظل الثقافة وفي ظل العولمة، الأمر بيكون صعب جدا. ويعني ما فيش أسرة إلا وتشتكي من هذا الأمر أو من هذه الزاوية، يعني إيه بطريقة أو أخرى أو زاوية معينة. لكن بالنسبة لي موضوع الإلحاد ده موضوع مهم. وإحنا دلوقتي في عصر العولمة، يعني العالم كله قرية واحدة. وأنا دائما أقول يعني أكثر ما يؤثر على الشباب والصغار والكبار موضوعين: موضوع الشبهات وموضوع الشهوات. موضوع الشهوات معروف، وموضوع الشبهات اللي هو إيه بيتعلق بالعقائد وبيتعلق بالله وبيتعلق بإيه بالإلحاد. أنا في الرد على الإلحاد حتى لا أطيل على حضرتك طبعا بقول يعني هم الذين يعني ألحدوا أو اتجهوا لهذا الاتجاه أو هذا المسلك، هم يعني أناس ماديون لا يؤمنون إلا بالملموس وبالمحسوس وينكرون الغيبيات. ومن أساس الإيمان عندنا في الإسلام الإيمان بالغيب. في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شوف يا أستاذ منتصر، الله تبارك وتعالى يعني قدم الإيمان بالغيب عن إيه؟ عن إقامة الصلاة. قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ليه؟ لأن الذي لا يؤمن بالغيب هيبقى عنده خلل في العقيدة، هيبقى ملحد، لا هيصوم ولا هينفق ولا هيسأل في أي شيء. فأنا أقول يعني لهؤلاء: لماذا لا ينكرون عقولهم؟ طيب العقل بتاعنا نحن لا نراه، ومع ذلك نؤمن بأن عندنا عقل. وفي نفس الوقت إيه؟ لماذا لا ينكرون أرواحهم؟ كل إنسان عنده روح تحركه، وفي نفس الوقت الروح لا ترى والعقل لا يرى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومع ذلك نؤمن ويؤمنون بالعقل ويؤمنون بالروح ويكفرون بالله تبارك وتعالى. كذلك نقول لهم إيه؟ احنا يعني نحن حينما نعد واحد اثنين ثلاثة، هل قبل الواحد شيء؟ لا، ما فيش شيء قبل الواحد. لما نقول على سبيل العدد واحد اثنين، فإذا كان ليس قبل الواحد شيء فكذلك ليس قبل الواجد شيء.
وفيه يعني أشياء أبيات جميلة دائما نرد يعني بها في مثل هذه المواقف. أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد أبدعته طبيعة بلهاء، وبعدين إيه؟ فإذا الطبيعة أحكمت وتصرفت، فإذا الطبيعة أحكمت وتصرفت قلنا الطبيعة والإله سواء. الله أحيا الكائنات بسره، وبسره تتفاعل الأشياء. لما نقول الله له خالق، من خلق الخالق ومن خلق الخالق، وهكذا نقع في موضوع إيه؟ التسلسل، والتسلسل محال على الله تعالى. جميل جميل. انا بجد مستمتع جدا بالحوار مع فضيلتك، وبجد واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني في ساعات الواحد لما بيفكر في المواضيع دي بيفكر بدماغه، ممكن ما يوصلش لحاجه، لكن طبعا أستاذ طبعا. ناصر، يعني الحقيقة موضوع الإلحاد، حينما نرد يعني على الملحدين، لا نكلمهم بمنطلق الأديان. لا نقول مثلا قال الله وقال الرسول، ورد في القرآن، ورد في الكتب كذا، لأنهم لا يؤمنون بالله، وبالتالي لا يؤمنون بالكتب السماوية. وبالتالي يعني أفضل شيء مخاطبة هؤلاء بالعقل، وأفضل شيء كمان إيه؟ يعني نحتويهم فكريا، لأن نحن إذا لو لم يعني نحتويهم فكريا أصبحنا إيه؟ أصبحنا لهم منفرين، ونزيد النافر نفورا. لكن يبقى في إيه؟ تقارب، مناقشة، حتى إيه؟ نصوب لهؤلاء أفكارهم. جميل 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 فضيلة الشيخ. طيب بالنسبه لاي حاجه بتخالف العقيده، انا مش عايز اسمي اشياء بعينها، ولكن يعني حوالينا دعاوى معينه بتتخالف مع العقيده والفطره. ازاي نحمي اولادنا او نحمي انفسنا من ده بشكل لا يتعارض مع معيشتنا في دوله زي كده؟ نعم، ده يعني شيء مهم، أو سؤال مهم. أولا الحماية لا تأتي في يوم وليلة، ولا تأتي في شهر، ولا تأتي في عام. يعني ما هياش إيه؟ جرعة ماء يعني نسقيها لأبنائنا وبناتنا. إنما موضوع الحماية يحتاج لإيه؟ يحتاج لفترة زمنية طويلة، ويحتاج لتنشئة منذ الصغر، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، بغرس العقيدة، بالتوجيه، بالتربية، بحسن التنشئة. والإنسان يأخذ بالأسباب، والنتائج على الله تبارك وتعالى. إحنا يعني كدعاة، أو حتى أرباب البيوت من الآباء والأمهات، دائما يأخذون بالأسباب. نحن نملك التربية، ونملك التوجيه، ونملك يعني أن نعلمهم، لكن لا نستطيع أن نغرس فيهم الصلاح. ليه؟ لأن الصلاح هبة من الله. قال رب هب لي من الصالحين.
يعني احنا نمتلك ان نعلم ونقوم ونوجه، لكن غرس الهدايه وغرس الاصلاح بيد الله تبارك وتعالى. المهم يعني ان احنا لا نكون مقصرين حتى لا نندم. وبعدين امامنا الانبياء. طيب اهو سيدنا ابراهيم عليه السلام لم يستطيع ان يهدي والده، نوح عليه السلام لم يستطع كذلك ان يهدي ابنه، وهكذا. سيدنا فالانسان سيدنا سيدنا لوط كمان طبعا بالضبط صحيح زوجته، وكذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه أبو طالب. ليه؟ لأن هذه تسمى بهداية التوفيق، في هداية دلالة وفي هداية توفيق. نحن نجتهد في هداية الدلالة والإرشاد والنصح، أما هداية التوفيق فبيد الله تبارك وتعالى، الذي قدر التقدير ودبر التدبير وأحكم الصنع. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إنا كل شيء خلقناه بقدر. المهم أن الإنسان لا يقصر في التوجيه ولا يقصر في الحياة، وندع النتائج على الله تبارك وتعالى. الحوار انا مش عايزه يخلص بصراحه، لان الحوار جميل وممتع، وبس انا عندي لستة بالاسئله يعني. ف خلينا ننتقل لسؤال تاني، وهو تجديد الخطاب الديني بلغه يفهمها الجيل الجديد. وبرضه اعتقد ان ده برضه تحدي هنا في كندا، لان الجيل الجديد كله متحدث بالانجليزيه مش بالعربيه. وبالنسبه له اللغه العربيه لغه هي اللغه الام، بس بالنسبه له لغه غريبه ما بيستعملهاش كتير يعني. والدعاء انا شايف ان الدعاء هنا بيتكلموا يعني نص الخطبه انجليزي ونصها عربي مثلا. بس هي الفكره مش في اللغه اكتر ما هي الابروتش، او ازاي انا بوصل للمشاهد فترات عمريه مختلفه. انا مثلا خلاص انا عديت ال 40، فانا ممكن افهم، لكن طفل صغير عنده 10 سنين لما يقعد في خطبه الجمعه، ازاي الخطيب يقدر يشد ودانه، مش يشد ودانه كده يعني، يشد يشد انتباهه، تمام، ان هو يسمعه، وان هو ما يملش، وانه يقول لك انا امشي من جامع مثلا. يعني بالنسبة هذا سؤال مهم. بالنسبة للخطابة، طبعا كل المساجد أو معظمها فيها خطبة بالعربية وخطبة بالفرنسية، وبعض المساجد خطبة بالإنجليزية. وبالنسبة لموضوع تجديد الخطاب الديني، ده أمر مهم جدا. ليه؟ لأن القرآن قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ممكن الشباب والصغيرين والأطفال يعني إيه لا يفهموا حديث الكبار، يعني يعتبرونه حديثا معقدا. ولذلك لسان القوم، ثقافة القوم، يعني فهم كيف يفكر الشباب وكيف تفكر الفتيات، هذا هو من الأهمية. وبعدين البلاغة ما هياش حسن كلمات أو عبارات أو كذا، البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الواقع. البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الواقع. لذلك أنا مثلا في ندواتي بالنسبة للصغار والأطفال والشباب، أنا الحقيقة يعني أهتم بجانب الأطفال والشباب كثيرا، وندوات كثيرة يعني بتكون عبر الزوم بيحضرها بفضل الله يعني مئات. وأنا بنتقي إيه بقى حتى تكون الرسالة يعني ناجحة والتوجيه ناجح. لو أنا الذي تحدثت ربما لم أستطع أن أوصل الرسالة يعني بنسبة عالية، إنما أنا بختار أفضل الفتيات وأفضل الشباب اللي هم إيه بيتقنوا العربية والفرنسية ويترجموا للشباب وللصغار. فمن يجيد فمن يجد العربية ينتفع من العربي، ومن لم يجد العربية عندنا الترجمة بالإنجليزية والترجمة بالفرنسية. وأنا بأوصي الذي يترجم للفرنسية يعني أن يخاطبهم بلغتهم، ولا يعني إيه ولا يتقيد بالترجمة الحرفية. يعني بيختار الكلمات وبعطي له حرية وبعطي له مساحة في إيصال المعلومة. والحقيقة يعني بتكون الثمرة ممتازة جدا وردود الأفعال بتكون هائلة. بالنسبة لتجديد الخطاب الديني، لازم يجدد بلغة يفهمها الجيل الجديد. حتى المصطلحات بتتغير من يعني زمن لآخر، الثقافة، المعاملات، كل شيء بيبقى متغير.
ولذلك تجديد الخطاب الديني ومسايرة التطور والتكنولوجيا أمر مهم جدا. وبالمناسبة التجديد لا يكون في الأصول، يعني الصلوات 5 مش هنخليها 4، الصيام يعني حتى المغرب ثم أتم الصيام إلى الليل مش هنخليهم يصوموا لبعد الظهر أو لبعد العصر من باب التجديد. ليه؟ لأن الثوابت في العقائد والثوابت في الدين ما فيهاش إيه تجديد، إنما التجديد بيكون في الآلية، بيكون في الطريقة، بيكون في الفروع، وإلا إيه مش هيبقى تجديد، هيبقى تبديد. هناك فرق بين التجديد وبين التبديد. التجديد بيكون في إيه؟ في الأشياء الهامشية، في الفروع، في الطرق، في الآلية وما إلى ذلك. وبالتالي موضوع تجديد الخطاب الديني على مستوى يعني الأفراد وعلى مستوى الدعاة وعلى مستوى كل إنسان ربنا وضعه في مكانة معينة لابد أن يجدد ولا بد أن يطور. وبعدين التجديد أستاذ منتصر يعني مش بس في الأمور الدينية، ده حتى في الأعمال الحياتية لو ما كانش فيها تجديد وفيها تطور هتبقى إيه؟ هيبقى النجاح يعني لا يحقق نسبة عالية. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا ونستكمل حوارنا الشيق مع فضيلة الشيخ دكتور عويس النجار. مرحبا مرة تانية دكتور عويس. وخلونا أنا عندي قائمة أسئلة كتيرة جدا، فيعني وأنا عارف إن فضيلة الدكتور وقته ضيق، فأتمنى من ربنا إن شاء الله إن احنا نقدر نلحق نخلص الأسئلة يعني. تمام. طيب جانب العمل الدعوي والعمل الديني، فضيلة الدكتور، ماذا عن العمل التطوعي هنا في كندا؟ حضرتك بتمارسه والمركز الإسلامي بيمارسه. في الحقيقة يعني العمل التطوعي موجود أكيد، لكن أنا يعني كتخصص في العمل الدعوي أكثر من الأعمال التطوعية. إنما أنا بالنسبة للأعمال التطوعية يعني مسؤوليتي مسؤولية توجيهية، سواء لأبناء الجالية، للمؤسسات، لجمهور المركز. لكن من الأعمال التطوعية اللي بتمارس العمل مثلا لجنة الصلح. لجنة الصلح بنعمل يعني لقاءات واجتماعات شهرية للأسر اللي عندهم مشاكل، بعض الأمور يعني بنستدركها يعني قبل أن تذهب إلى المحكمة، نحاول يعني نصلح ذات البين. ده من الأعمال التطوعية المهمة جدا. وكذلك بالنسبة عندنا في المركز الإسلامي الكندي وكثير من المراكز الحقيقة عندهم الإفطارات الصباحية. بعض المراكز بتعمل إفطار أسبوعي مثلا كل يوم أحد. إحنا عندنا في المركز يعني بنركز على ما يسمى بالإفطار الشهري. يعني صحيح هو يعني غير منتظم، لكن ممكن كل شهر كل شهرين ثلاثة بنعمل إفطار صباحي، أكلات شعبية لكل أبناء الجالية المسلمة والجالية العربية. وبندعو طبعا الضيوف من أعضاء البرلمان والعمد والناشطين الاجتماعيين والسياسيين، وبيبقى الحقيقة لقاء يعني حافل ولقاء معبر، وبنتبادل الأفكار، واللي عنده سؤال، عنده استفسار، عنده مشكلة قانونية، مشكلة اجتماعية، بنستضيف محامين، بنستضيف أطباء، بنستضيف يعني أناس متخصصين كل في مجاله. مؤخرا برضو يعني عملنا في المركز بازار، وكانت فكرة يعني الحقيقة جيدة،
ومسألة البازار هي مسألة يعني مساعدة لأبناء الجالية أصحاب مثلا التجارات الصغيرة، مم. وبعض الإخوة المتخصصين بيعملوا بازارات يعني في المناسبات، وبكون الحقيقة فيها إقبال كبير وفيها يعني تعارف وتبادل أفكار وتبادل ثقافات وما إلى ذلك. كذلك أنا بعتبر برضو الأعمال التطوعية اللي بتبقى ناجحة إقامة المسابقات والمنتديات والاجتماعات للأطفال وللكبار وللأسر، وكل هذه الأعمال يعني هي أعمال بتصب في خدمة المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي والمجتمع الكندي عموما، لأن إحنا هنا لابد أن نكون مواطنين صالحين، يعني نخدم أنفسنا كجالية ونخدم المجتمع الذي نعيش فيه، نتفاعل في المجتمع بلا انصهار، نتفاعل بلا انصهار، ويعني نحقق الغاية والهدف ونندمج بلا ذوبان. يبقى احنا نتفاعل ونندمج لكن نحافظ على الهوية العربية، الهوية الإسلامية، الثقافة وما إلى ذلك. فالعمل المجتمعي والتطوعي يعني مهم جدا، لأن الأمر في الإسلام ما هواش يعني صلاة وصيام وركوع، عندنا يعني باب واسع يسمى بالمعاملات. ما احنا الدين عبادات ومعاملات، حسن عبادات مع الله وحسن عبادات مع الناس جميعا، لأن الله تعالى قال وقولوا للناس حسنا. يبقى اللي يجتهد في جانب العبادات فقط ويسيء المعاملة للناس هذا إنسان يعني إيه ناقص في دينه. يبقى علشان يكون متدين تدين صحيح يؤدي ما له وما عليه لابد أن نجمع بين الحسنيين، بين حسن العبادة لله وبين حسن المعاملة للناس جميعا. أنا فاكر في إذاعة القرآن الكريم مثلا من 10 20 سنة كان في برنامج اسمه حسن المعاملة. ممتاز. صح كده؟ أنا كنت دايما بسمعه في إذاعة القرآن الكريم، والبرنامج ده كنت بحبه جدا لأن هو كان فعلا بيتكلم عن المعاملات. هو ما كانش بيتكلم عن أصلي إزاي أو أصوم إزاي، لأن دي العبادات. ولكن للأسف الشديد في الزمن اللي احنا عايشين فيه في ناس كتيرة جدا جدا بتهتم بس بالعبادات والمعاملات بتنساها. فبالتالي بتلاقي مثلا حد بيصلي وبيصوم ولكن بيغش مثلا في الميزان أو بيكذب نعم. كتير أو ولذلك أستاذ منتصر أنا دائما أقول للناس يعني الدين والتدين ليس في المسجد فقط، الدين في المسجد وفي الشارع وفي العمل وفي كل مكان الإنسان يستطيع إيه أن يقيم دينه. ما هواش يعني مجرد يعني صلاة نصلي فقط. الصلاة طبعا يعني هي من أعظم أركان الإسلام، لكن ما فائدة الصلاة إذا لم نحسن معاملة الآخرين؟ ما فائدة الصلاة والصيام إذا كنا نكذب أو نغش أو نزور وما إلى ذلك؟ يبقى لازم يكون فيه توازن، حسن عبادة مع الله وحسن معاملة مع المجتمع. تمام. جميل فضيلة الشيخ. السؤال التالي عن ليه احنا كمسلمين في المهجر لا نتفق في صيامنا واعيادنا ومناسباتنا. يعني يمكن كندا، مجلس ائمه كندا عموما بيتفقوا على مثلا ميعاد العيد، ميعاد بدء رمضان. ولكن في بلاد مثلا النهارده احنا صايمين هم مش صايمين، هم يصوموا بكره. فيعني ايه تفسير حضرتك لده؟ وهل ده يعتبر نوع من انواع التعارض، ولا ده وارد انه يحصل؟ الحقيقة يعني هذا سؤال شائك جدا ويعتبر من أهم الأسئلة ومن أهم محاور اليوم. ليه؟ لأن موضوع التوحد يعني المفروض يكون أهم شيء وأولى أولوياتنا أن نتوحد في صيامنا على الأقل وفي إفطارنا وفي مناسباتنا. يعني أبنائنا وبناتنا مثلا عايزين ياخدوا يوم أجازة في المدرسة، فبنلاقي أحيانا يختلف يوم العيد، بنختلف في الصيام. لكن السؤال لماذا هذا الاختلاف؟ ولماذا يعني نحن مثلا يعني لم يعني ننجح في مسألة التوحد إلى هذا الوقت أو إلى هذا التاريخ الذي نعيشه؟
طبعا هذا السؤال الحقيقة هو سؤال شائك، وسؤال يعني مستعصي. وأنا الإنسان يعني بيكون متفائل، لكن ومع ذلك نحن حرصنا منذ سنوات على موضوع الاجتماع، وحاولنا يعني نجمع قدر الاستطاعة المؤسسات والمساجد، ولكن الحقيقة هناك يعني عدة أسباب ربما تكون يعني إيه خارج الإطار اللي هو خاص بالأئمة أو بالدعاة، لأنك كما تعلم أن المراكز في الغرب يعني ليسوا أئمة فقط، إنما في أئمة وفي إدارات كمان. يعني أضيفك شيء، اختلاف تبعيات المؤسسات. بعض المؤسسات مثلا يعني بتحب مثلا لو صامت بلدة عربية كالسعودية كمصر كأي دولة، في بعض المؤسسات ربما تأخذ بهذا الأمر، وبعض المؤسسات ممكن تأخذ بالحساب الفلكي وتراه إن هو الأنسب في توحيد الجالية. وبعض المؤسسات وإحنا كمجلس أئمة بنأخذ بموضوع يعني الاستطلاع والرؤية، وبنأخذ برؤية من سبقنا. يبقى في ظل يعني هذه المقدمات تجد أن من الصعب أن يكون هناك توحد في ظل إيه؟ في ظل عدم وجود نقابة للأئمة، عدم وجود مثلا يعني في بلادنا هناك وزارة معينة، هناك دار الإفتاء بتعلن للجميع، لكن إحنا هنا لا نتعامل لا مع جالية واحدة ولا مع جنسية واحدة ولا مع يعني مذهب واحد، نتعامل مع طوائف معينة، مذاهب معينة، جاليات متنوعة. ولذلك يعني إيه من الصعب مسألة إيه التوحد، وإن كنا يعني نحن نتفائل ونحرص، لكن هي يعني تحقيقها على أرض الواقع قد يكون يعني صعب ما لم يكن هناك جهة ملزمة. وأقول ما لم يكن هناك جهة ملزمة، لأنه إن الله لا يذع بالسلطان ما لا يذع بالقرآن. الأمر يعني إيه متروك للمساجد، متروك للمراكز، متروك للأئمة. لو أعلن أي مركز أن غدا عيد أو غدا صيام لن يستطيع أحد أن يسأله، حيقول أنا حر في رأيي، أنا أرى كذا، أنا أرى كذا، تبريراتي كذا. فبالتالي هي يعني مشكلة، ولكن نحن نسعى دائما يعني مع بعض الإخوة الفضلاء للتوحد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وطبعا كما تعلم الجاليات، في جاليات عربية، في جاليات أعجمية وما إلى ذلك، وكل له تفكيره وكل له توجهاته وما إلى ذلك. بما اننا داخلين على ايام مباركه، العشر الاواخر من رمضان، وطبعا العشر الاواخر من رمضان فيهم ليله القدر، هي خير من 1000 شهر. فازاي نستعد للعشر الاواخر، وازاي نلتمس ليله القدر؟ طيب، يعني لعل هذا السؤال هو يعني مسك الختام، ونحن بعد أيام قليلة أو بعد ساعات قليلة يعني
مقبلون على العشر الأواخر من رمضان. وكما تعلم يعني أستاذ منتصر إن مسألة التفاضل موجودة، التفاضل في الأزمان والتفاضل في الأوقات والتفاضل في الأشخاص، التفاضل في كل شيء، في الأمكنة، في الأزمنة، يعني هو سنة كونية. فمسألة التفاضل في الزمن والتفاضل في الوقت هي يعني مسألة واقعة، ونحن بعد ساعات سنستقبل أيام من أعظم الأيام اللي هي العشر الأواخر من رمضان، اللي هي إيه؟ فيها ليلة القدر. والله تعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني العبادة في هذه الليلة تقريبا يعني توازي أو تقارب العبادة في 83 سنة. واللي بيقوم الليل بركعتين أو 4 ركعات فيحقق القيام في ليلة القدر. وفي حديث يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن مسألة ليلة القدر الله تعالى يقول سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب الفجر في أوروبا غير الفجر في كندا، غير الفجر في أمريكا، غير الفجر في البلاد العربية. في البلاد العربية سلام هي حتى مطلع الفجر، إحنا بنكون في العشاء، هم يكونوا في المغرب ونحن نكون في الصباح. لذلك أنا دائما حينما أتحدث عن ليلة القدر أقول بأنها ليلة رمزية وليلة معنوية. طيب بعض العلماء يعني يقولون بأن ليلة القدر تكون في ليالي الوتر، وأنا الحقيقة رأيي أن ليلة القدر تكون سواء في ليالي الوتر أو في الليالي الزوجية. ليه؟ إحنا قبل يعني دقائق كنا نتكلم عن الاختلاف، وبالتالي ممكن ليلة 27 رمضان تكون في مكان آخر أو في مقاطعة أخرى هي ليلة 26 رمضان، في بلدة أخرى تكون ليلة 28 رمضان. وبالتالي نحن نلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والزمن في ليلة القدر ليس بمقاييس البشر، إنما الزمن في ليلة القدر يخضع لتقدير الله تبارك وتعالى. سلام هي حتى مطلع الفجر في كل مكان. لو كانت هي سلام في مطلع الفجر في مكان معين، طيب بعض البلاد لم يأتي الفجر بعد، بل إن الأكثر من ذلك في بعض الأماكن في القطب وما إلى ذلك ممكن تكون عدة أشهر نهارا ما فيهاش ليل أصلا. فأين يعني كيف نقول سلام هي حتى مطلع الفجر في بلاد يعني ليس فيها فجر وليس فيها ليل؟ إذن المسألة في ليلة القدر مسألة معنوية. البلاد اللي هم بيقدروا الصيام وبيكون الصيام نهارا فقط ما فيش ليل، أو العكس، لا يحرمون من ليلة القدر، لأن ليلة القدر هي ليلة معنوية، ليلة روحانية لا يحرم منها أحد في أرض الله تعالى. وشرفها الله تعالى بنزول القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر. والعبادة في ليلة القدر مش بس صيام وقيام فقط، لا، ده هناك عبادات كثيرة جدا سهلة والناس يغفلون عنها. زي إيه؟ زي مثلا صلة الأرحام، زي إيه؟ زي جبر الخواطر. جبر الخواطر من أعظم العبادات. جبر الخواطر عبادة عظيمة. يعني أن الإنسان الذي من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر. إذن العبادة في ليلة القدر تكون بالصلاة وبالصيام وبالإنفاق وبصلة الأرحام وبجبر الخواطر. وفي الحديث يا أخ منتصر خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. يبقى الخيرية تكون في الصلاة وفي الصيام وفي نفع الآخرين، في تفريج الكربات، في الوقوف مع يعني المستضعفين، الأيتام، المرضى، نتكافل معهم. لأن رسولنا الكريم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم وتناصرهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى
والسهر. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر إن شاء الله. امين رب العالمين. انا مش عايز اخلص الحوار بصراحه، لان انا مستمتع بيه جدا جدا جدا، وبجد انا محظوظ ان انا عملت الانترفيو ده مع فضيلتك. وفي الظروف اللي احنا عايشينها الايام ديت، ما ينفعش ننسى اهلنا، حبايبنا في غزه وفي فلسطين. وانا كنت ناوي اسال حضرتك على دعاء ندعيه في رمضان او ليله القدر، ولكن يعني حسب علمي دلوقتي احنا المفروض ندعي يعني الاولى ان احنا ندعي لاهالينا هناك، لما يعانونه يعني من سوء معيشه وظلم يعني واعتداء طبعا اكيد. ف حضرتك تحب ندعي ونقول ايه بالنسبه لاهالينا في فلسطين وفي غزه؟ طيب، يعني برضو قبل الدعاء، يعني أنا سعيد بهذا الحوار النافع إن شاء الله، وأتمنى للجالية الإسلامية عموما والجالية العربية والجالية المصرية العيش يعني في أمن وأمان وسلم وسلام ومحبة ووئام ورعاية واطمئنان. كذلك يعني نتفاعل ونكون إيجابيين في المجتمعات التي نعيش فيها، ونعرف ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات. كما أتمنى أن يكون يعني هناك لقاء سنوي يعني للجاليات العربية أو للجالية المصرية في كل المقاطعات، من باب يعني التعارف ومن باب التقارب ومن باب يعني مثلا يعني أن ننقل الخبرات ويفيد بعضنا بعضا، وبهذا يعني إيه نكون جاليات قوية، جاليات موحدة، جاليات متقاربة. أما بالنسبة للختام ومسك الختام، طبعا يعني يكون بالدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ولا يفوتنا في هذه الأيام طبعا كما تفضلت، يعني لا يفوتنا في هذه الأيام أن ندعو لإخوتنا في غزة وفي فلسطين وفي كل أرض من أرض الله تبارك وتعالى، أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، وأن يجعلهم في أمانه وضمانه. الدعاء هو العبادة. نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى فندعوه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يسر أمورنا وعظم أجورنا ونور قبورنا وألهمنا رشدنا وأرنا عزنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اجعلنا إلى الطاعات مقربين، عن المعاصي مبعدين، لرضاك مبتغين، بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح أحوال أبنائنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل أهل غزة وفلسطين في أمانك وضمانك وحفظك وحرزك يا رحمن. اللهم آمن روعاتهم، اللهم أمنهم في أوطانهم، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا سعادة تدوم، اللهم ارزقنا سعادة تدوم وفرحة لا تزول بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم لا تصرفنا في ليلة القدر إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور ورزق موفور وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين.
وبفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا دعاء إلا قبلته، بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في صحتنا وقوتنا وعافيتنا، وبارك لنا في أبنائنا وبناتنا وذرياتنا، بفضلك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا وتقبل دعاء، وجزاكم الله خيرا، وتحياتي ومودتي لكل المستمعين وكل المتابعين إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى لكم جميعا، لكل مستمع ولكل متابع، أن يكرمه الله، وأن ييسر طريقه، وأن يحفظه، وأن يفتح عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورتنا يا فندم، وان شاء الله يعني اذا وقت فضيلتك يسمح كده باذن الله، وانا ده اللي انا متوقعه بعد ما الناس يشوفوا الحلقه، يعني تكرم علينا بحلقه كل شهر مثلا. لو الناس عندها اسئله، لو الناس عايزه تسال في حاجه، يعني نطلع بحلقه كل شهر، او حتى 3 مرات او 4 مرات في السنه. ايه رايك حضرتك؟ يعني الحقيقة فكرة كويسة وفكرة جيدة، لكن مسألة كل شهر ممكن تكون صعبة. نخليها بصفة غير دورية، كل فترة إن شاء كل فترة كل مناسبة. فأنا يعني على أشد الاستعداد، وأرحب ترحيب كامل. وكمان يعني ممكن يعني نحاول نزوركم في تورونتو أو ميساغا، وتكون حلقة يعني حضوريا. هذا يعني يكون له واقع أفضل في الترتيب وفي الإلقاء وفي الكلمة وفي حسن الجوار. فإن شاء الله يعني نسعى لتحقيق حلقة وجها لوجه وتكون أفضل إن شاء الله. شرفتني يا فندم، وكتر ألف خيرك، وميرسي جدا على الحلقة النهاردة، وبارك الله في فضيلتكم. وكان معانا النهاردة الدكتور عويس النجار، وحلقة مميزة جدا جدا من معلومة على الفطار. استنونا في الحلقات الجاية، وربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، ويتقبل منكم صلاتكم وقيامكم ودعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.